اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة عليكم بقى يا حبايبي. النهاردة بقى أنا قررت أعمل غدا جديد ومختلف عن أنا متعودة عليه. تمام. وقلت بقى أغير بقى كده. نفسي بقى راحت لي لإيه؟ نفسي راحت لرنجة. هناكل رنجة النهاردة على الغدا. ماشي. النهاردة بقى الجمعة، واكتر الشعب المصري بعد صلاة الجمعة لازم يتغدى رنجة. انا بقى كمان هتغدى النهاردة رنجة. تعالوا بقى اوريكم. انا بقى ايه، نزلت الصبح جبتها اشتريتها. قلت بقى لا خلاص، نفسي رايحه لها عشان بقالي فتره ما اكلتهاش. قلت بقى لا، هروح بقى اشتريها وهنتغدى بيها النهارده. تعالوا بقى اوريكم انا بنضف الرنجة دي ازاي بطريقة سهلة قوي. عندي بقى الرنجة كده بمسكها. اول حاجة بقطعها عندي هي الراس. تبقى كده تمام. بمسكها بقى من الظهر مش من البطن. بمسكها كده. الطريقة دي سهلة جدا في الفتح واسهل. مقص بقى سكينة اي حاجة. انا بقى بالسكينة كده بس كده تبقى فتحها اسهل بكتير. تبقى كده قدامكم. بتطلعوا بقى خلاص السلسلة بتاعت الظهر دي بالطريقة دي. والبطروخ انا مش باكل بطروخ الطري ده، انا بحب الناشف، بس طبعا مفيش رنجة البطروخ بتاعها ناشف فانا مش باكله، فهرميه لان انا مش باكله، محدش عندي هنا بياكله كمان. تمام. تاخدوها بقى تقطعوها كده، تبقى عندكم بالشكل ده. ودي كده بقى بنشيلها بالسكينة كده. كده بيبقى تنظيفها اسهل خالص بكتير. نحطها كده بقى في الطبق. وبرده بننضف التانية بنفس الطريقة، بنقطع كده اهو. بس كده تبقى تنظيفها اسهل بكتير. هكمل بقى انا كده الاتنين اللي عندي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وطبعا بقى كده بعد ما نضفت الرنجة بتاعتي ورشيت عليها ليمون وشوية زيت، وكمان عملت بقى شوية بطاطس وبصل. للأسف ما عندناش بصل أخضر، الموسم بتاعه مش لسه يعني. فطبعا اتصرفت وعملت بصل بقى أحمر. قطعت بصل أحمر ونقعته في ملح وخل وميه، وبعدين شطفته، وبعدين بقى رحت عصره بقى عليه ليمون وخل، وعملت بقى طبق سلطه وبطاطس محمره والعيش بتاعنا بقى والاكله بتاعتنا بقى الحلوه دي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه. وكمان تصلوا على النبي في كومنتات كتير كتير. ولو عجبكم الفيديو بقى خلاص كده ما تنسوش واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.